تعالى بقى معايا يا عزيزي المشاهد افكرك ايه اللي حصل في الحلقه اللي فاتت لما شفنا بطلنا هو والامبراطوره كانوا ماشيين في الطريق والخبير كان واقف قصادهم. فضل يضايق الامبراطوره بالكلام، فضل يقول لها ان هي تتجوزها احسن من بطلنا الغبي ده، وانه هيساعدها علشان تتعامل مع امبراطوريه شوان، وبعد كل شيء هو مسنود ورا قصر الطائر الذهبي الغني عن التعريف. ومش هو بس اللي بيتكلم ولكن في حد تاني بيقول لها نفس الكلام. فترى بطلنا هيعمل ايه معاه والمعركه اللي هو هياخدها ده اللي هنعرفه في حلقه النهارده. فلو ما اتفرجتش عزيزي المشاهد على الحلقه اللي فاتت روح اتفرج عليها على قائمه التشغيل اللي عندك دي دلوقتي علشان تفهم الحكايه كامله. ولو ما اتضمتش في التليجرام انزل انضم في التليجرام علشان تعرف المواعيد اللي بننزلها اول باول. وقبل ما نبدا عزيزي المشاهد ما تنساش تعمل اللايك والاشتراك علشان نوصل 100,000 مشترك في اسرع وقت ممكن، وتجهز مسلياتك اللذيذه او اي حاجه تاكلها وتشربها، ويلا بينا نبدا الحكايه. لكن بطلنا بيقرر يتدخل في الوقت ده، وفجأة بيحط ايده على الكتف وهو بيقول ان هو ما يهموش لو انه محمي حتى لو وراك قصر الورد الذهبي وده بيدعمك او حتى لا، ولا حتى يهمني القصر كله على بعضه، فانت كده كده ميت النهارده. فبيرد سيتو وهو بيشيل ايده من كتفه بغضب كده بعجرفه وبيقول له ازاي طائفة ليانج جيان اللي ملهاش اي لازمه دي تتجرأ ان هي تتكلم معايا بالشكل ده؟ انت شكلك ما تعرفش انا مين، شكلك انت اللي عايز تعرف معنى الموت فعلا. بعدها بيكمل وبيقول له لو انت عندك الشجاعه فعلا يلا بينا نخرج بره ونقاتل بعض، واللي هيفوز يبقى هو العريس النهارده. الله يرحمك يا ابني والله. فبيتحمس الموجودين وبيقولوا ان هم ما شافوش حفل زفاف مثير بالشكل ده قبل كده من وقت طويل، وبيكونوا مستنيين يشوفوا اللي هيحصل بفارغ الصبر. لا وكمان بيبداوا يتراهنوا مين اللي هيفوز، واول واحد بيقول ان هو هيران ب80,000 حجر روحي على الفوز السيد سيتو. فبيرد واحد عليه وبيقول ان هو مستعد يران هو كمان بس هيران ب60,000 حجر روحي على فوز طائفه ليانج جيان. وفي الوقت ده كان بطلنا بيفكر وهو بيبص لسيتو بيقول في نفسه ان هو مجرد خبير من الدرجه الثالثه في عالم الامبراطور، هو اللي عمل في نفسه كده وهيشوف انا هدمره ازاي في اللحظه دي. وبعدها بيبص له وبيقول له بما انك عايز تموت بالشكل ده فانا هحقق لك الامنيه بتاعتك. وبعدها بيخرجوا بره هما الاثنين، واول ما بيخرجوا بيتكلم سيتو مع بطلنا بكل عجرفه وبيقول له انا فاهم ان طائفه ليانج جيان طائفه صغيره وعلشان كده انت ما تعرفش خلفيه الطوائف الكبيره. بعدها بيخرج آلة موسيقيه اسمها الفولت او الفولت وبيقول له بكل ثقه ان الفولت ده اسمه فانيتسي ويعتبر سلاح سحري مقدس. فبيضحك بطلنا بسخريه وبيقول له انا ما كنتش متوقع ان قصر الورد الذهبي يكون كريم بالشكل ده، شكرا انكم بعتوا هديه قيمه بالشكل ده علشان جوازي. لكن سيتو بيتعصب وبيقول له هديتي هو انت عم ده السلاح الشخصي بتاعي. فبيرد بطلنا بسخريه وهو بيخرج السيف بتاعه بيقول له سلاحك الشخصي ده هيكون بتاعي مجرد ما اقتلك. فبتبدا المعركه بينهم وبيبدا سيتو في استخدام الفولت علشان يعمل صوت سحري واللي بيها بيقدر يتحكم من خلاله في الوعي الروحي للتشخيص، وبيقدر يتحكم في كل اللي حواليه، ومن قوته بيأثر على كل اللي بيتفرجوا على المعركة رغم ان هم مش بيشاركوا فيها. من كتر الألم اللي بيحسوه بيكون في بعضهم عايز حد يقتله علشان يخلصوا من الوجع ده. وفي وسط ده كله كان بطلنا واقف من غير ما يحصل له اي حاجة. فبيتصدم سيتو وبيقول في نفسه ان ده مستحيل، فهو استخدم قوة الالفوت السحري وحتى لو فيه اي حاجة فهو كده وصل في مرحلة العالم الاعلى فمستحيل ما يتأثرش هو كمان. بيمسك بطلنا السيف بتاعه بكل ثقة وبيخرج منه هالة رهيبة جدا وبيقول له بسخريه هو انت بتسمي ده هجوم ولا ايه؟ ده انت شكلك عايز تروح القبر بتاعك بسرعه. وطبعا زي ما انت عارف يا عزيزي المشاهد هيعمل من وراك شاورما. بعدها بيهجم عليه وبيتخلص منه بضربه واحده بس. فبيتصدم كل الموجودين وبيقولوا معقول قدر يخلص المعركه دي من مجرد ضربه واحده؟ ولكن ده المفروض ابن السيد قصر الورد الذهبي. لكن بطلنا بيبص لهم كلهم وبيقول لهم ان اي حد ناوي يعمل مشاكل تاني النهارده مصيره هيكون نفس مصير سيتو. اي حد هيعمل نوش تاني هيتعمل من وراك شاورما زي ما عملته كده بالظبط. وقد احذر من انظر بقى واللي هلمحه همرجحه. وبعدها بيروح يمسك سيتو من شعره وبيقطع رقبته وبيقول مرة تانية ان اي حد يعمل مشاكل النهارده مصيره هيكون نفس مصيره بالظبط. ناس ما بتجيش غير بالعين الحمراء والله. فبيتصدم كل الموجودين وبعضهم بيقول في نفسهم ان دي مخاطرة كبيرة جدا، فهو قتل السيد الشاب بتاع قصر الورد الذهبي. وفي وسط ده كله بيظهر واحد خايف جدا وبيقول في نفسه انا كنت جاي علشان اخد وجبة مجانية مش اكتر، ايه اللي دخلني في الحوارات دي كلها؟ وانا هيتعمل من وراكي شاورما زيهم ولا ايه؟ لكن رئيس طائفة ليانج جيان بيجي وبيحاول يسيطر على الموقف وبيتكلم مع الكل وبيقول لهم مفيش داعي للخوف، فدي كانت مجرد مسألة صغيرة مش اكتر، وحفلة الزفاف هتفضل مستمرة، وبيطلب منهم يروحوا يكملوا شرب. ولكنه في الحقيقة كان متضايق وبيقول في نفسه ان ده كله بسبب سيتو الغبي، فهو ساب كل الناس اللي حواليه وقرر يستفز المعلم الكبير شخصيا. وبسبب الحادثة دي فاكيد قصر الورد الذهبي هيغضبوا
بيستغربوا جدا ويعتبروا ان طائفه ليانغيجيان بتستفز وبتقل منهم، لكن بيرجعوا علشان يكملوا حفل الزفاف. وبتبدا الحفله بدخول العريس والعروسه للقاعه الرئيسيه. المره الثانيه بنشوف بطلنا فرحان وبيقول في نفسه انه ما كانش متوقع ان هو يتجوز واحده بالجمال ده بعد ما مات وانتقل لعالم تاني. بيقول ان هو مستحيل يخون الامبراطوره ولا يغزلها ابدا طول حياته. وبتكون المعلمه الكبيره مسؤوله عن مراسم الزفاف، لكنها كانت بتتصرف بطريقه طفوليه شويه، وده بسبب توترها مش اكتر. فبيضحك رئيس الطائفه عليها فبتتعصب عليه وبتقول له تعالى انت كمل لو مش عاجبك. لكن بعد شويه حفل الزفاف بيخلص وبيروح العروسين لاوضتهم. لا المشاهد دي انا مش عايزها عزيزي المشاهد. وبتحاول جنيه النظام تروح معاهم، لكن بطلنا بيطردها بره وبيكمل هو والامبراطوره الليله مع بعض. مش عايزين نقول كان بيحصل ايه، المهم يعني. بس من الواضح ان مش جنيه النظام بس اللي كانت عايزه تشاركهم، فحتى رئيس العيله كان بيحاول يتجسس على بطلنا. ولكن في واحد من الوزراء بيكشفه وهو رايح يتجسس هو كمان. فبيهرب الرئيس من الموقف اللي هو فيه وبيقول ان ليله زفاف خبير في مرحله الامبراطور العظيم تعتبر حدث مش هتعرف تعوضه ابدا بعد كده، فانت ممكن تخترق وتزود مستوى الزراعه بتاعك بالشكل ده. وبيستغل الوزير نفس الحجه علشان يفضل معاه، لكن ياو بتروح تفشهم في الوقت ده وهم بتجسسوا وبتقول لهم من الواضح ان انتوا الاتنين بتستهبلوا بحجه ان انتوا عايزين تزودوا مستوى زراعتكم، لكنكم في الحقيقه جايين تتجسسوا على ليله زفاف حد تاني وبتكون عايزه تضربهم. فبيخافوا منها وبيحاولوا يتكلموا معاها بالراحه ويفهموها، لكنها بتضربهم علشان تمشيهم من المكان ده بسرعه. وبعدها بتقف تبص على اوضه بتاعت بطلنا وبتتمنى لو انها اتجوزت سعيد بدل الامبراطوره. يا جدعان هو كله عايز يتجوز بطلنا ولا ايه؟ فجاه وهي واقفه بتحس بهاله رهيبه جدا جايه من ناحيه القاعه اللي بطلنا والامبراطوره فيها. من قوه الهاله دي بيتصدم كل الاشخاص اللي في القصر ده، حتى مش بيعرفوا ايه السبب. لكن بعد كده بنعرف ان بطلنا اخترق هو والامبراطوره لمستوى جديد من قوتهم. وبتكون الامبراطوره متفاجئه وبتقول انها ما كانتش متوقعه ان هما يخترقوا هما الاتنين مع بعضيهم. فبيرد بطلنا عليها وبيقول لها ان ده كله بفضل مساعدتها، فمن غير تبادل التشيب بينهم وبين بعض ما كانوش هيقدروا يخترقوا بالسهوله دي. فبتتضايق جنيه النظام لما بتسمع كلام بطلنا وبتقول يعني بعد كل اللي انا عملته ده وفي الاخر مفيش كلمه شكر حتى؟ معلش بقى يا بنت هنقول ايه، تعالي اديني انا شويه قوه واشكرك والله. بيفوت اليوم وتاني يوم الصبح بيسمع رئيس الطائفه صوت اجراس الروح التسعه، فبيكون متعصب جدا وبيجمع كل القوات وكل الخدم وبيسالهم مين اللي اتجرأ فيهم وضرب الجرس ده. وبيقول لهم هو انتوا مش عارفين معنى ضرب الجرس ده ايه؟ انتوا مستهونين بجرس الروح التسع مرات. لكنهم بيعتذروا مش بيكونوا عارفين من اللي ضرب الجرس بالظبط. فبيروح رئيس الطائفه البطلنا اللي كان قاعد في القاعه الرئيسيه هو والامبراطوريه بعد ما صحيوا من النوم. طبعا مش هنقول اللي كان بيحصل. وكالعاده بيبدا الرئيس كلامه وهو بيحييهم هما الاثنين، وبعدها بيعتذر لسعيد على ضرب الاجراس وبيقولوا ان ده كله حصل لان هما ما علموش الطلاب بتوعهم كويس. وبيقول له ان في حد مش معروف ضرب الجرس الروح التسع مرات وانه ده اكيد ازعجك من راحتك انت والامبراطوريه. ولكن بطلنا بيرد عليه وبيقول بلاش تلوم نفسك على حاجه زي دي، فانا اللي ضربت الجرس شخصيا وما فيش داعي للقلق. فبيتفاجئ رئيس العيله وبيحس بالراحه وبيقول له طب كويس يعني انت اللي ضربت الجرس، وانا اللي كنت فاكر ان واحد من الاتباع اللي انضموا جديد للقصر هم اللي عملوا كده. ولكنه بيكون محتار وبيقول في نفسه ان ضرب الجرس الروح 9 مرات بيكون علشان مساله حياه او موت، بس ساعتها ما بيكونش فاهم ايه السبب اللي خلى بطلنا يضرب الجرس بنفسه. فبيخلصوا بطلنا من حيرته دي كلها وبيقولوا انه ضرب جرس الروح علشان حاجتين. الحاجه الاولى هي انه كان عايز يستدعي اتباع وقوات الطائفه علشان يشكرهم على دعمهم في حفله الجواز بتاعته، وبعدها بيقول له انه كمان حضر المكافآت اللي هو وعدهم بيها وجاهزين بالفعل وبيشاور له عليه. فبيبص رئيس الطائفه عليهم وبيتفاجئ لما بيشوفهم وبيقول لسعيد انه محترم جدا ومفيش داعي لكل ده وهم كانوا بينفذوا الواجب اللي عليهم مش اكتر. لكنه كده هيموت من جواه من الفرحه في الحقيقه وبيقول في نفسه يا سلام، حبوب تقنيه النخاع وحبوب الليتشي كمان، حبوب برضو التركيز اللي هتساعدني في الاختراق لمستوى جديد. شكلها لعبت معانا والطائفه بتاعتنا هتبقى قويه بجد ولا ايه؟ وبيكمل بطلنا كلام بعدها وبيقول له ان السبب التاني اللي خلاه يضرب الجرس هو انه بيخطط يختار شويه مقاتلين ويتابعهم هو شخصيا بنفسه علشان يزود من قوه طائفه ليانغجيان. فبيستغل رئيس العيله الموقف ده وبيرد عليه بكل ثقه وبيقول له سيب عليا الموضوع ده، فما فيش حد فاهم ولا عارف اساس طائفه ليانغجيان اكتر مني. ولما الامبراطوريه بتسمع ان بطلنا هيزود قوه اشخاص في الطائفه بتقرب منه هي كمان وبتقول له ان مستوى زراعتها زاد بالفعل وصلت لمنتصف العالم الملكي الخالد، بس ايه رايك تعرفني شويه حاجات وترشدني علشان ازود قوتي اكتر واكتر. فبيرد بطلنا عليها وبيقول لها انه لما يرجعوا لقاعه يانغ النهارده هيبقى يعرفها ازاي تخترق وتزود من مستوى زراعتها وبيسالها عن رايها في الموضوع. وبتفاجئ الامبراطوره من كلامه وبتتكسف، طبعا مش هنقول هو قصده على ايه يعني، وبتقول له اسكت لان في ناس حواليهم. وبالفعل ياو كانت موجوده وبتسمع كلامه فبتحس بالاحراج لانها مش المفروض تسمع الكلام الشخصي اللي بينهم ده. خلاص يا جدعان خلاص، الواحد لسه اعزم ما اتجوزش. بعد كده
كده بيخرج رئيس العيله علشان يجيب له الاشخاص اللي قال له عليهم، وبعد شويه بيوصل وبيقول له انه جاب له كل الاشخاص اللي فيه امل ان هم يزودوا قوه الطائفه زي ما وعدوا. لكن بطلنا بيتصدم اول ما بيشوفهم لدرجه انه بيشرخ وبيقول له ان انا طلبت منك تجيب لي الشباب اللي واعد فيهم الامل، لكن انت في النهايه جايب لي اكبر اشخاص من كل قسم علشان تزود العدد وخلاص، ده يبقى معناه ان شاء الله. لكن عزيزي المشاهد تفتكر بطلنا شوان هيعمل ايه مع بطلنا، وبطلنا هيعمل ايه مع الوزيره بتاعته هو كمان؟ ويا ترى قصر الورد الذهبي هيعدي الموضوع ولا هتحصل مشكله كبيره معاهم برضه؟ ويا ترى بطلنا هيرقي من مستواه ازاي وهيرقي ازاي برضه من مستوى الامبراطوره؟ كل ده باذن الله هنعرفه لما ينزل اجزاء جديده من الحكايه. ايوه زي ما سمعت كده عزيزي المشاهد كده الحكايه انتهت خلاص، وقت ما تنزل اي اجزاء جديده باذن الله هنزل لكم بالاجزاء بتاعتها. وفي حكايه جامده قوي 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 جايه في الطريق يا عزيزي المشاهد، وانزل لكم ان شاء الله شويه تسريبات منها كده على التليجرام. عشان كده عزيزي المشاهد بقول لك ان انت لازم تنضم في التليجرام علشان بننزل كل حاجه جديده وكل المواعيد اول باول. واهم حاجه تعمل اشتراك علشان نوصل 100,000 مشترك في اسرع وقت، وفعل زرار الجرس عشان اول ما اي حلقه تنزل جديده تخش تفجر الفيديو عزيزي المشاهد انت اول واحد، وتعمل اللايك علشان نوصل الفيديو ده لاكتر من 1000 لايك. بس زي ما عودتك وعودتك عزيزي وعزيزتي المشاهده لا تنسوا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه واتم التسليم. بدأ اخوكم في غزه ان ربنا ينصرهم ويفك كربهم ويسدد رميهم، لو عرفت القطع قطع ولو عرفت تدعم باي شكل من الاشكال لا تقصر اخي في الله، فده واجب علينا كمسلمين. بس عزيزي وعزيزتي المشاهده اشوفكم في الحكايه الجديده. السلام يا ابطال. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح.